احنا عارفين ان عبد الحليم بيحب الاطفال جدا، وفي اطفال شاركوا معاه افلام كتيره، منهم الطفل المشهور الطفل المعجزه احمد فرحات. دمه خفيف جدا، وكمان افلامه كلها جميله، اشهرهم سر طاقية الإخفاء. مثل مع عبد الحليم فيلمين وكانوا من احب الافلام لقلبه. النهارده هنلقي الضوء على احمد فرحات ونعرف ليه ما كملش في التمثيل رغم ان هو موهوب من صغره. النهارده معاكم امل في اعز الناس. قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان نكبر قناه اعز الناس يا اعز الناس. ويلا بينا على الفيديو. الطفل احمد فرحات ده طفل موهوب من صغره. شكله صغير برغم ان هو سنه بيكون كبير. احنا ما كناش نعرف الحكايه دي وهو صغير، ما كانش باين عليه اي علامه من علامات السن ان هو مثلا عنده 12 سنه، بس هو باين ان هو عنده 6 سنين او 7 سنين. الحاجات دي ما كناش نعرفها واحنا بنتفرج عليه، لكن هو أذاع وقال ان هو عنده مشكله في الغدد الصماء خلت ان هو دايما طوله مش مناسب لسنه، او حجمه نفسه مش مناسب لسنه. كان شكله حتى صغير وصوته صغير، وهو ما خجلش ابدا انه يقول حاجه زي كده. وكان بيشتغل اول مره مع المخرج الكبير صلاح ابو سيف. كان هو اصلا في اسره متوسطه الحال، مولود في حي القاهره في شبرا. كان ليه اب متوسط الحال وكان بيحب التمثيل جدا، وكان مشترك مع التلاميذ في المدرسه في مسرح المدرسه، لان الموهبه دايما بتبان من الصغر يعني. فهو كان موهوب من صغره. واول فيلم اشتغله كان فيلم مجرم في اجازه مع فريد شوقي، وكان الفيلم ده خد فيه اجر 10 جنيه، وهو والده اصلا بياخد في الشهر 10 جنيه. فكانت بالنسبه لهم نقله حلوه جدا في حياتهم، والفلوس دي بالنسبه لهم حاجه يعني كبيره. وعمل بعدها فيلم شمس لا تغيب، كان مع زبيده ثروت، بس كانت الافلام دي محتواها مش كوميدي وهو كوميدي. فشافوا المخرج عز الدين ذو الفقار وقال له ايه ده، انت كل افلامك كده، لا انا عايزك معايا بس في افلام كوميديه. عز الدين ذو الفقار المخرج العبقري العظيم، مخرج عبقري عظيم عز الدين ذو الفقار. لما شفته في مره قال لي يا احمد يا حبيبي، انا بتفرج عليك بتموت انا بضحك، فخليك كوميديا سيبك من الدراما دي. فعمل معاه بقى سلسله افلام كتيره جدا كوميديه، وكان مشهور قوي في افلام حسن يوسف ومحمد عوض، زي فيلم اخر شقاوه. افندم عايزين؟ عايز اجي عمر. طب مين يا اخويا؟ ابي عمر. انا طالب ما تزعقش، تسكت ليه؟ ولا تمشي. كلمة عمر، كلمة يا بيه. مين اللي عايزني يا محسن؟ زبون صغير، زبون ترانزستور. ترانزستور ليه؟ هنقرب؟ انا يا عمر. مين نشع؟ يا بني ادم مش تقول ده ليش عند خلقه ايه؟ وفيلم شارع الحب اتعمل سنه 58، وكان دوره فيه صغير قوي، ظاهر كده في رقصه مع الفنانه نجوى فؤاد في اغنيه قولوا له. قولوا له قولوا له قولوا له الحقيقه، قولوا له بحبه من اول دقيقه. فيلم سر طاقية الإخفاء كان دوره كبير طبعا فيه، وكان يعتبر هو بطل مع عبد المنعم ابراهيم. والفيلم فعلا اضاف له كتير قوي، لانه بعد كده اشتهر احمد فرحات وخدوه في اشاعه حب في لقطه صغيره، لكن اللقطه ليها معنى كبير. معنى ان هو يطلع باسمه ده معناه ان هو بقى معروف. طلع في لقطه مع هند رستم وهي بتقدمه وبتقول مع الطفل احمد فرحات، ده دليل ان هو خلاص بقى مشهور. وفي فيلم اشاعه حب كانت اللقطه صغيره قوي اللي هيظهر فيها او هي هتذيع انه احمد فرحات طلع على المسرح وخلاص، لكن هو طلب من المخرج ان هو يقول نكته. المخرج قال له هتقدر تقول نكته يعني؟ قال له اه. فدي كانت اضافه من احمد فرحات لما قال النكته اللي في فيلم اشاعه حب، وكانت نكته حلوه، وكان يعني اضافته في الفيلم بصراحه كانت لذيذه، عامله شغل يعني. واحد ما اسمع واحد فيهم قال له الا قول لي يا ابني، ما هو القضاء والقدر وما هي النصيبه؟ قال له القضاء والقدر لو حماتي ماشيه على الكوبري وراحت واقعه رحت غرقانه. قال له طب وما هو النصيبه؟ قال له النصيبه بقى لو طلعت. وكان في فيلم اشاعه حب عنده 14 سنه، طبعا شكله خالص مش 14 سنه. فده بسبب زي ما هو قال ان مرض الغده اثر عليه، ان هو ما بقاش ينمو زي الاطفال الطبيعيه يعني. وكان اجره في فيلم سر طاقية الإخفاء 60 جنيه. وطبعا المبالغ دي كانت مبالغ تعتبر كبيره مش صغيره. ولما عمل فيلم معبود الجماهير كان اجره فيه 120 جنيه. بدا بقى اجره يعلى، وهو كان كبير في الفيلم ده، كان عنده 17 سنه. طبعا مش باين عليه خالص انه 17 سنه، لكن شكله مختلف عن فيلم سر طاقية الإخفاء وعن فيلم شارع الحب. كان صغير خالص في شارع الحب. بس القديمه بتاعش تقرا وتكتب،
وبيقولوا لها الكلام وهي بتزود كلام من عندها، بس بيطلع جميل بالفطره، ممثله بالفطره، فبيطلع زي العسل. انا لسه ليا يعني هي زي الناس كلمه كتاكيتو بوني دي بتاعتها ولا دي؟ لا كله بتاعها. بتاعها ايه؟ انسان الغاب طويل الناب واهدى الحديقه ورد افريقيا، الكلام ده كله بتاعها هي. والمخرج بيبقى كلنا بنقف حتى بره الفيلم، بس بنقف نتفرج عليهم ونموت على بعضنا بالضحك. هي كانت استاذه. انا ليا ديالوج كبير معاه. هي ما ادتنيش فرصه تروح ضربها على دماغي، اسكت بقى يا بنتي، عمال كده زي الكابتين على نفسه. الله يرحمها كانت بالفطره جميله. هو بقى بعد ما عمل سلسله الافلام الحلوه دي مع حسن يوسف ومحمد عوض، وعمل افلام كتيره جدا. حاضر اديله عمر جاهز انا بحسن بعد ما طلعه كويس. عملوا رز جاهز يا لمت. جدا. جت حرب 67 وكان هو في الثانويه العامه وتوقف عن التمثيل وقتها. ما بقتش تجيله ادوار بقى، ما تفهموش ايه اللي حصل له، ان هو فعلا ابتعد عن الساحه الفنيه ومبقاش حد يطلبه بعد ما كبر وشكله اتغير شويه. لكن لما استضافوه هو حكى عن قصه حياته عادي وقال انا اتجوزت 3 مرات بس انا ما بخلفش. وقال طبعا سيادتك في غلط في الهرمونات، فانا اتجوز كويس بس ما اخلفش. فالمدام اللي معايا بقى لنا 14 سنه ودي ثالث واحده، ودور على الرابعه طبعا. انت اتجوزت؟ برضه بمنتهى الوضوح، لانه هو عنده مشكله في الغده بتمنعه من الخلفه، لكن يقدر يتجوز عادي، واتجوز فعلا 3 مرات. مرتين ما حصلش نصيب في الاولانيين دول، لكن الزوجه الثالثه فضلت معاه، وكان لما استضافوه كان وقتها كان عدى 15 سنه معاها لحد ما توفى، وزوجته دي فعلا هي اللي كانت معاه. هو كان مش مع بعض يعني، مش لا ليه يعني؟ انا بحترم مراتي، اللي يحترم مراته ما يتجوزش تاني على فكره. المهم دي عايزه اقول لك دي معايا بقى لها 14 سنه. هو قبل كده ما كانش فيه توافق. دارس في معهد العالي للصناعه بعد الثانويه العامه، كان يعتبر باشمهندس، واشتغل في مجال الاتصالات، وبيقولوا كمان انه دخل في رئاسه الجمهوريه واشتغل في اتصالات الرئاسه نفسها تبع رئاسه الجمهوريه. فهو يعني كان لذيذ ودمه خفيف جدا. يمكن ربنا بيجعلنا سبب ان احنا ندعي له بالرحمه والمغفره، ويكون ليه ان هو ندعي له ونفتكره بالرحمه والمغفره، ويرحم جميع موتانا يا رب. كان عمره 74 سنه لما توفى، فربنا يرحمه رحمه واسعه. لازم نلقي الضوء على اعز الناس في كل وقت من زمن جميل عدى وفات، عمرنا ما ننساهم ابدا. اشكركم جدا على المتابعه الجميله، واتمنى تتابعوني دايما في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله تعجبكم.